بيبدأ الفيلم سنة 1857 بسفينة بتكون في رحلة استكشافية للقطب الشمالي، والسفينة دي بيقودها الكابتن أندرسون، ولكن السفينة بتتحشر في الجليد بسبب عاصفة قوية. وساعتها واحد من الجنود بينادي على الكابتن أندرسون وبيسأله المفروض يعملوا ايه، وبيعرفوا ان الجنود مرهقين جدا ومش قادرين يشيلوا الجليد من تحت السفينة، وبيتساءلوا هل هيرجعوا للوطن ولا هيكملوا الرحلة. فأندرسون بيرد عليهم وبيقول لهم يكملوا شغل علشان هم قبلوا بالمهمة ولازم يكملوها. وبالليل واحد من الجنود بينبه أندرسون ان في انفجار حصل على بعد 3 كيلو من السفينة، فبياخد أندرسون مجموعة من رجالته وبيروحوا عند مكان الانفجار، وهناك بيلاقوا التلج متلطخ بدم كتير، وبيلاقوا شخص لسه عايش ولكن مصاب بجروح خطيرة. ولما بيقربوا منه بيلاحظوا ان الراجل ده مركب رجل صناعية، فبيقرروا ياخدوه على السفينة علشان يعالجوه. وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت زئير قوي بيتردد حواليهم، فبيقرروا ان هم يستعدوا علشان يدافعوا عن نفسهم لانهم مش عارفين ايه الكائن اللي بيصدر منه الصوت ده. وفجأة بيقرب منهم مخلوق عنده قوة خارقة وما بيتأثرش بالرصاص اللي بيضربوه عليه، وجروحه بتلم في ساعتها. وبيفضل الكائن ده يقرب منهم واي حد بيقف قصاده بيموته، وبيقدر يطلع على سطح السفينة وبيطلب منهم يسلموه فيكتور. فبيفهموا ان فيكتور ده يبقى هو الشخص اللي انقذوه من شوية. وفي اللحظة دي واحد من الجنود بيضربه بسلاح قوي بيوقعه على الارض، وهنا الكل بيفتكر الكائن ده مات، ولكن بيتفاجئوا ان الكائن بيقف على رجليه تاني وبيبدأ يزق السفينة، وده بيخليها تميل بشكل خطير. فبيمسك أندرسون السلاح وبيضرب الجليد اللي تحت الكائن ده، فبيحصل شرخ في الجليد والكائن بيقع في المية المتجمدة. وبعد لحظات أندرسون بيدي فيكتور علاج بالأعشاب، وفيكتور بيسأله عن مكان الكائن وكم راجل الكائن ده قتله. فأندرسون بيقول له ان الكائن قتل 6 منهم، فبيتصدم فيكتور وبيحذره ان الكائن هيرجع تاني وهيقتل عدد اكبر. ولكن أندرسون بيقول له ان هو وقع في المية وغالبا اتجمد ومات. فبيفهمه فيكتور ان الكائن ده ما بيموتش، وان هو حاول اكتر من مرة يدمره ولكن من غير فايدة، وبيطلب منه ان اول ما الكائن ده يرجع تاني يسمحوا له ان هو ياخده. فبيستغرب أندرسون من كلام فيكتور وما بيكونش مستوعبه نهائي. وهنا بيعترف فيكتور بحقيقة مرعبة ليه، وبيقول له ان هو اللي صنع الكائن ده اصلا. وبيبدأ فيكتور يحكي قصته لأندرسون، وبيقول له ان هو اسمه فيكتور فرانكشتاين، وده اسم والده اطلقه عليه وبيكون معناه المفتاح. وبيقول ان والده كان بارون وجراح مشهور، واتجوز والدته علشان مصلحة شخصية لان كان عندها ورث كبير من عيلتها، وبكده هيضمن مكانة اجتماعية محترمة. وبنعرف ان والد فيكتور كان غايب عنه اغلب حياته، لكن كل ما بيرجع البيت بيفضل يتخانق مع والدته لحد ما والدته بتدخل اوضته وبتحضنه. وبيظهر ان والد فيكتور بيحتقره هو ووالدته، وده بسبب ان شعرهم اسود وعيونهم سودة، وده بالنسبة له اختلاف عن اصول اجداده اللي عيونهم ملونة وشعرهم اصفر. ومع ذلك والد فيكتور بيعلمه دروس في الطب، ولما والده بيسأله سؤال وفيكتور ما بيعرفش يجاوب بيقرر يعاقبه. فبيمد فيكتور ايده علشان والده يضربه، ولكن والده بيضربه على وشه وبيقول له ان هو شايل اسمه وسمعته ولازم يكون طبيب ناجح زيه. وبعد ايام فيكتور بيكون قاعد بيلعب مع والدته، وفجأة بتبدأ تشتكي من الألم وبيظهر ان هي هتولد. فبيقلق فيكتور وبينادي على والده، فبيجري والده ومعاه مجموعة من الخدم وبيهتموا بوالدته. وبعدها بنشوف والدة فيكتور وهي ميتة، ووقتها فيكتور بيكون حزين وبيبعد عن قبرها وهو بيعيط. وبعد فترة بنشوف والد فيكتور مع ابنه ويليام، واللي بتكون عينيه ملونة وشعره أصفر، وعلشان كده والده بيهتم بيه طول الوقت. وساعتها فيكتور بيكون متأكد ان والده ساب والدته تموت اثناء الولادة، ولما بيواجهه بالكلام ده والده بينكر وبيقول له ان مفيش حد يقدر يهزم الموت. فهنا فرانك بيرد بتحدي وبيقول له ان هو هيتغلب على الموت، وان هو هيتعلم اكتر بكتير من اللي والده اتعلمه في حياته كلها. وفي الليلة دي فيكتور بيتولد من جديد، وبتمر السنين وبيموت والده، وبعدها بيتنقل فيكتور لمدن كتير بسبب انه بيدرس الطب بكل انواعه.
بتاعه. اما ويليام فبيعيش مع قرايبهم. وفي سنة 1855 بتتعمل محكمة تأديبية لفيكتور، وبتكون معمولة في الكلية الملكية للجراحين في انجلترا، وده بسبب ان فيكتور بيدعي ان هو بيقدر يوهب الحياة للأموات. وفي اللحظة دي بيدخل راجل اسمه هنريك لقاعة المحكمة، وبيقعد هنريك يتفرج على فيكتور باهتمام شديد. ووقتها فيكتور بيكشف على جسم راجل ميت ولكن مخه سليم، وبيكون متوصل بدراع بشرية من جثة واحد تاني. وفي اللحظة دي فيكتور بيوصل الطاقة للجثة الميتة، وساعتها الجثة بتتحرك قدام كل اللي موجودين، وده بيسبب صدمة للكل بما فيهم هيئة المحلفين. وبيطلبوا من فيكتور ان هو يوقف المهزلة دي، وبيوصفوه بان هو دجال ومشعوذ. ولكن فيكتور بيرد بتحدي وبيقول ان هو هيحقق طموحه في مكان تاني بعيد عنهم، وبتكون النتيجة هي طرد فيكتور من الكلية. وبعد المحاكمة بيرجع فيكتور على بيته، ووقتها بيقابل هنريك اللي بيعرفه بنفسه، وبيديله رسالة من اخوه ويليام، واللي بيكون هو خطيب بنت اخوه اللي اسمها إليزا. فبيسمح له فيكتور ان هو يدخل بيته، وبيعرف وقتها ان هنريك تاجر اسلحة. وساعتها فيكتور بيسأل لو ويليام هيجي يشوفه، فبيقول له هنريك ان ده هيحصل ولكن بعد فترة، لان ويليام مشغول طول الوقت وبيحقق نجاحات كتير في شغله. وبعدها بيشيد هنريك بعرض فيكتور في المحكمة، وبيقول له ان هو مؤمن بمشروعه ومستعد يموله بفلوس كتير، وبيعزمه ان هو يزوره في بيته، وفيكتور بيوافق. وبعد ايام فيكتور بيزور هنريك وبيوريه شغل فني مذهل معمول من الخشب، وبيكون عبارة عن نموذج للجهاز العصبي معمول من جثة بشرية. فبيعجب فيكتور بالنموذج ده جدا، وبيقول له هنريك ان النموذج ده هيساعده في ان هو يحقق نظريته. وهنا فيكتور بيشارك مع هنريك فكرة كان بيطورها للوصول للحياة الأبدية. فبيتحمس هنريك وبيعرض تمويل مفتوح للمشروع ده، غير ان هو هيعمل له مختبر في برج كبير جدا هو بيمتلكه. فبيسأله فيكتور هو عاوز ايه في المقابل، فبيقول له هنريك ان هو هيطلب منه خدمة ولكن مش دلوقتي. وفي اللحظة دي بيوصل ويليام وخطيبته إليزا، فبيجري فيكتور وبيسلم على اخوه وبيحضنه. وبعدها ويليام بيعرفه على خطيبته إليزا بنت اخو هنريك. واثناء الغدا بيتكلم ويليام عن اللي حصل وقت محاكمة فيكتور، فبيدافع فيكتور عن نفسه، وبيبدأ يشرح ازاي العلم يقدر يرجع الحياة تاني للبشر. فبتضحك إليزا على كلامه، فبيسألها فيكتور عن سبب ضحكها. وهنا هنريك بياخد ويليام وبيدخلوا المكتب، وبيسيبوا فيكتور مع إليزا لوحدهم. وبتفضل إليزا تتناقش مع فيكتور، وبيظهر ان هي مش مقتنعة بأفكاره، لدرجة ان هي بتقوله ان الأفكار اللي زي دي ما بيقتنعش بيها غير الأغبياء. فبيتصدم فيكتور من كلامها ولكن بيسكت وما بيردش عليها. وبعدها فيكتور بيروح مع ويليام وهنريك علشان يشوفوا البرج اللي هيتعمل مختبر. ومع ان البرج مهجور، ولكن اول ما فيكتور بيشوفه بينبهر بيه، وبيحس ان هو ده المكان اللي هيحقق فيه احلامه. فهنريك بيقول له ان اي حاجة هيطلبها هتكون متوفرة. فبيفرح فيكتور جدا، وبيبدأ يطلب معدات تانية مختلفة وضرورية علشان يبدأ شغله. وبيستعين كمان باخوه ويليام علشان يساعده في انشاء المختبر. ووقتها هنريك بيقرب من فيكتور وبيسلم عليه، وده كإعلان لإتمام الصفقة بينهم. وبعدها بنشوف فيكتور في وسط عملية إعدام علنية، وبيختار مين من الأشخاص اللي هيتعدموا وهياخد جثته بعد ما يموت. وبعدها فيكتور بيشوف إليزا في الشارع، ووقتها فضوله بيجبره إن هو يمشي وراها لحد ما بتدخل الكنيسة. وبيقرر يدخل أوضة الاعتراف، وبيتظاهر إن هو الكاهن. وساعتها إليزا بتعترف إن هي بتحس بكراهية ناحية أخو خطيبها. فبيتضايق فيكتور ولكنه بيكشف عن نفسه ليها، وبيقرر يعزمها على الغدا في مطعم علشان يقرب منها اكتر. وبيسألها فيكتور عن الكتب اللي اشتريتها، فبتطلب منه يخمن نوع الكتب. فبيقول لها ان هي اكيد روايات رومانسية، لكن إليزا بتفاجئه وبتكشف له ان هي كتب عن الحشرات، وبتعرفه ان هي كمان مهتمة بالعلوم. ووقتها بيعرض عليها فيكتور ان هم يرقصوا سوا وهي بتوافق. وبعدها بنشوف فيكتور وهو بيشرف على تجهيز المختبر مع ويليام، وبيديله تعليمات محددة علشان ينفذها قبل ما يسيبه ويمشي. وبعد ايام بيظهر فيكتور وهو بيقضي وقته مع إليزا وبيصطادوا فراشة سوا. وبيكون واضح ان فيكتور حاسس بمشاعر ناحية خطيبة اخوه. وتاني يوم بيرجع للمختبر اللي بيكون خلص بالكامل، وساعتها بيحاول يحيي جثة ميتة، وده عن طريق ادخال عدد من الابر في النخاع الشوكي. ولكن محاولته بتفشل وما بينجحش. وبالليل فيكتور بيستمتع بعزف إليزا على البيانو في الحفلة. ولما الحفلة بتخلص هنريك بيقول
بيقول له ان هو مستني نتائج تجاربه، وبيحذره من ان هو ينشغل بإليزا وينسى شغله. وفي اليوم اللي بعده فيكتور بيكون في المختبر، وبيتفاجئ ان إليزا جايه تزوره ومعاها الفراشه اللي اصطادوها سوا، وساعتها بتلاحظ التقدم اللي فيكتور احرزه في شغله. فبيستغل فيكتور الفرصه وبيقول لها ان هو عاوز يعترف لها بحاجه مهمه، وبيسالها لو هي حست بالرابط اللي بينهم، لكن إليزا بتبعده عنها وبتغير الموضوع. وبعدها بتودعه وبتخرج من المختبر، وبيفضل فيكتور يفكر ويحاول يلاقي طريقه علشان تجربته تنجح. وفجاه بيقرر ان هو يغير مكان الإبر اللي في الجثه، وبيتصدم فيكتور لما الجثه بتستجيب وبتتحرك. فبيشيل الإبر وبيفصل البطاريات بسرعه. وبعد ايام بنشوف فيكتور في ساحه معركه، وبيفضل يختار الجثث اللي ممكن ياخد منها اجزاء علشان يصنع الكائن اللي هيمنحه الحياه. وبعدها بيبدا يجمع اجزاء من الجثث اللي قدامه بدقه. وبعد ايام من الشغل بينجح في صناعه كائن مثالي، وبيكون جسمه ممشوق واطرافه طويله. وبيخطط فيكتور لاعاده انعاش الكائن ده باستخدام الكهرباء، وبيشحن الجهاز العصبي علشان يولد الطاقه اللازمه لاعاده تشغيل القلب والدماغ. واول ما كل حاجه بتكون جاهزه بيحط مصدر الطاقه قريب من القلب، وساعتها بيعرف فيكتور ان في عاصفه بتقرب. فبيدرك ان دي اللحظه اللي هو مستنيها. وبتكون فكره فيكتور معتمده على انه يستمد الطاقه من الصواعق اللي هتحصل اثناء العاصفه، لانها هتمد الجثه بكميه كبيره جدا من الطاقه. وبيروح فيكتور علشان يقول لهنريك، لكنه بيلاحظ حاجه غريبه في سلوك هنريك، وبيكتشف ان هو مريض وصحته بتتدهور يوم ورا التاني، وان موته مساله وقت مش اكتر. ووقتها هنريك بيعترف لفيكتور بالحقيقه، وبيقول له ان هو عاوز دماغه تعيش في الكائن اللي فيكتور بيصنعه. ولما فيكتور بيسمع كده بيرفض، وبيروح علشان يركب قضبان الصواعق، لكن هنريك بيروح وراه وبيمسك واحد من القضبان وبيهدده ان هو هيرميه بالبرج، وبيحاول يجبره يوافق على العمليه. فبيحاول فيكتور يمنعه وبيتخانقوا سوا، وفي وسط الخناقه هنريك بيقع من الارتفاع ده وبيموت. فبينزل فيكتور بسرعه علشان يشوفه، وبيتفاجئ ان دماغ هنريك اتدمرت بالكامل. فبيسيبه فيكتور وبيروح يكمل تجربته. واخيرا البرق بيصعق الكائن بالكهرباء، لكن الامور ما بتمشيش زي ما فيكتور كان عاوز. فبيقرب من الكائن اللي صنعه، وبيلاحظ ان قلبه ما اشتغلش وما فيهوش نبض. فبيحس بالاحباط وبيقرر يستريح شويه، ولكن بعدها بيتفاجئ فيكتور ان الكائن واقف قدامه. ووقتها فيكتور بيكون خايف وبيقرب من الكائن بهدوء وحذر، لحد ما بيطمن ان الكائن مش خطر عليه. ومش بس كده، ده بيقلد كل حركاته. وهنا فيكتور بيعرفه بنفسه وبيخليه ينطق اسمه. وبعدها فيكتور بياخده لمكان سري في البرج وبيربطه بسلاسل، وبيبدأ يهتم بالأجزاء اللي لسه ما لقمتش مع بعضها في جسمه. وساعتها بيكتشف ان جروح الكائن ده بتلم بسرعة. وفي اللحظة دي ويليام بيوصل مع خطيبته إليزا، فبيروح فيكتور بسرعة علشان يستقبلهم. وأول ما إليزا بتشوفه بتسأله عن عمها، ولكن فيكتور بيتهرب من السؤال، وبيقول لها ان هنريك ما جاش عنده بقاله فترة. وبياخد ويليام علشان يوري له انجازاته. وساعتها ويليام بيسلمه رسالة من المحكمة الطبية، وبيقول له ان هم بعتوها له على البيت. وفي الأثناء دي إليزا بتسمع صوت الكائن وبتقرب منه، وبتكون مصدومة من شكله الغريب والمخيف. فبتروح تواجه فيكتور وبتسأله عن طبيعة الكائن ده. فبياخدهم فيكتور وبيبدأ يشرح لهم ان هو اللي صنعه، وبيقول ان هو ربطه بسلاسل حرصا على سلامته. فبيسأله ويليام عن ذكائه، فبيقول له فيكتور ان هو كائن غبي وما بيفهمش. ولكن بيبان ان إليزا ليها رأي تاني. وفي الليلة دي إليزا بترجع علشان تزور الكائن، وبتقرب منه وبتقول له اسمها، وبتفضل تحاول معاه لحد ما بتعلمه في الاخر ان هو ينطق اسمها. فبيديها الكائن ورقة شجر كانت في ايده. فبتفرح إليزا جدا وبتشكره، وبعدها بتودعه وبترجع على اوضتها. ولكن فيكتور بيوقفها وبيحذرها من ان هي تقرب منه تاني. فبتزعق له إليزا وبتتهمه ان هو وحش مش بني ادم، وبتقول له ان هو بيعامل الكائن ده على انه حيوان، مع ان هو كائن لطيف ومسالم. فبيتضايق فيكتور من كلامها، وبيروح للكائن وبيطلب منه يقول اي كلمة تانية غير اسمه. ولكن الكائن ما بيقدرش ينطق باي كلمة تانية. فبيمسك فيكتور عصاية وبيضربه. وتاني يوم ويليام بيشوف جثة هنريك اللي فيكتور مخبيها، فبيكذب عليه فيكتور وبيخليه يفتكر ان الكائن هو اللي قتله. وبيطلب منه ياخد إليزا ويمشوا لحد ما هو يتصرف ويتخلص من جثة هنريك. فبيسمع ويليام كلامه وبيمشي مع إليزا. ووقتها فيكتور بيدلق بنزين في كل حتة في البرج، حتى في المكان اللي مربوط فيه الكائن. وساعتها فيكتور بيقول له ان هو لو نطق اي كلمة غير اسمه هيسيبه يعيش.
بيتصدم فيكتور لما الكائن بينطق اسم إليزا، فبيتعصب وبيولع النار في البرج كله، ولما بيخرج من البرج بيتصدم من اللي هو عمله وبيغير رأيه وبيحاول يرجع وينقذه، ولكن أول ما بيفتح الباب بيحصل انفجار وبيترمي فيكتور بعيد وبيخبط في صخرة ورجله بتنفصل عن جسمه. وفي اللحظة دي إليزا بتكون شاكة إن فيكتور هيتخلص من الكائن، وده لأن هي حست إن هو غيران منه بسبب اهتمامها بيه، وبتطلب من ويليام إن هم يرجعوا وإلا هتنط من العربية وهي ماشية. فبيضطر ويليام يسمع كلامها، وأول ما بيوصلوا عند البرج بيتصدموا إن البرج انفجر واتدمر بالكامل. وفي الوقت الحالي فيكتور واندرسون بيسمعوا دوشة برا الأوضة، فبيفتح أندرسون الباب علشان يعرف ايه اللي بيحصل، وبيترعب لما بيلاقي الكائن قدامه وبيمسكه بقوة من رقبته، لكن فيكتور بيزعق للكائن وبيقول له يسيبه وبيعرفه ان هو ممكن ياخده بداله. ووقتها أندرسون بيقول للكائن ان فيكتور حكاله عن قصته، لكن الكائن بيرد عليه وبيقول له ان هو اللي عليه الدور علشان يحكي لهم قصته. وبنرجع بالزمن للوقت اللي حصل فيه الحريق، وبيفضل الكائن في الوقت ده ينادي على فيكتور ولكن من غير فايدة، فبيحرر نفسه من السلاسل وبيهرب من فتحة الصرف وبيقع في المية. ولما بيصحى بيلاقي نفسه بعيد عن البرج وبيبدأ يمشي بلا هدف لحد ما بيصادف جثة محارب وبياخد منها الهدوم وبيلبسها. وبعدها بشوية وقت بيشوف شوية غزلان، فبيقرب من واحد منهم وبيأكله من النبات اللي قدامه، ولكن بيظهر 2 صيادين وبيضربوا نار على الكائن، وبيكونوا محتارين ومش عارفين هو وحش ولا بني آدم. فبيضطر الكائن ان هو يهرب من المكان وهو مجروح، ولكنه بيتفاجئ ان جرحه بيلم بسرعة، وبيفضل يمشي لحد ما بيوصل لمزرعة وبيستخبى في الحظيرة، وهناك بيراقب اصحاب المزرعة، وبيسمع بالصدفة راجل عجوز اعمى بيعلم حفيدته القراية، وبيفضل يراقبهم طول الوقت وبيتعلم منهم. وبالليل بيبدأ يساعد الأسرة دي في السر، وبيتفاجئوا لما بيصحوا تاني يوم وبيلاقوا الحطب مرصوص قدام البيت. وفي اليوم اللي بعده بيفرحوا لما بيلاقوه عامل لهم سور كبير من الخشب حوالين الأغنام بتاعتهم. فوقتها الراجل العجوز بيقول لهم ان روح الغابة بتساعدهم. وفي يوم بيهجم قطيع من الذئاب على المزرعة، ولكن أصحاب المزرعة بيضربوا عليهم نار وبيخلوهم يهربوا، وبيقرروا ان هم يروحوا وراهم علشان يبعدوهم عن منطقتهم. وساعتها بيرفض الراجل العجوز يروح معاهم وبيفضل لوحده. وفي الوقت ده الكائن بيفكر كتير في طريقة يقدم بيها نفسه للراجل العجوز، وفي النهاية بياخد قراره وبيدخل عليه وبيكشف له عن نفسه. فبيعامله الراجل العجوز معاملة كويسة، ودي بتكون اكتر حاجة الكائن مفتقدها في حياته وملقاهاش مع فيكتور. وبيفضل الكائن مع الراجل العجوز مدة طويلة، ومع مرور الوقت الراجل العجوز بيعلم الكائن القراية وبيخليه يقرأ كتب كتير علشان يعرف يتكلم كويس. وفي يوم من الايام وهم بيتكلموا سوا الراجل العجوز بيسأله اذا كان فاكر اي حاجة عن ماضيه، فالكائن بيقول له ان هو مش فاكر غير النار والخوف والبرد الشديد، وكلمة واحدة بتتردد في ذهنه دايما وهي اسم فيكتور. فبينصحه الراجل العجوز ان هو يروح يدور على فيكتور، فبيعمل كده بالفعل وبيرجع لأنقاض البرج. وساعتها بيلاقي الرسالة اللي اتبعتت لفيكتور ومكتوب عليها عنوانه، وكمان بيلاقي ملاحظات بتكشف عن طبيعته الحقيقية. وطبعا بينصدم لما بيعرف ان فيكتور هو اللي صنعه وان هو مش زي باقي البشر. فبيرجع للراجل العجوز علشان يقوله، لكنه لما بيوصل بيكتشف ان الذئاب اقتحمت المزرعة وهجمت الراجل العجوز، فبيهاجمهم وبيخلص عليهم كلهم. وبعدها بيلاقي الراجل العجوز خلاص بيموت، فبيقول له هو حزين ان هو اكتشف الحقيقة، وان هو اكتشف ان هو عبارة عن اجزاء من جثث ميتة. لكن الراجل العجوز بيقول له ان هو ما يختلفش عن البشر في شيء، وبيعرفه ان هو كان صديق وافي وبيموت. وفي اللحظة دي عيلة الراجل العجوز بتوصل، ولما بيشوفوا الكائن جنب الجثة بيفتكروا ان هو اللي قتله، فبيضربوا عليه نار وبيصيبوه في عينه، ولكن الكائن بيهرب منهم وبيرفض يأذيهم، فبيلحقوه وبيضربوا عليه نار اكتر من مرة وبيسيبوه بعد ما بيفتكروا ان هو خلاص مات. وبعد ايام الكائن بيفوق بعد ما جروحه اتعالجت لوحدها، وما بيكونش عنده دلوقتي غير هدف واحد وهو انه يوصل لفيكتور بأي شكل. وفي الليلة دي بيدخل ويليام على فيكتور وبيطلب منه يجهز نفسه علشان يحضر فرحه على إليزا. فبيقوم فيكتور وبيروح لإليزا في أوضتها علشان يبارك لها على الفرح،
الفرح، ولكن إليزا بتتعصب عليه وبتضربه وبتطلب منه يبطل يمثل دور الإنسان الطيب وبتطرده. فبيرجع فيكتور لأوضته وهو متعصب من اللي حصل، ولكنه بيتفاجئ إن الكائن مستنيه. فبيسأله فيكتور لو هو جاي علشان يشكره لأنه منحه الحياة. فبيرد الكائن وبيقول له إن هو مش عايز غير حاجة واحدة، وبيطلب منه يصنع له أنثى من نوعه علشان يكمل حياته معاها. لكن فيكتور بيرفض وبيقول له إن هو مش هيصنع وحش تاني. فبيتعصب الكائن لدرجة إنه بيمسكه وبيرميه على الأرض. وهنا إليزا بتسمع صوت الدوشة فبتجري على هناك بسرعة، ولما بتشوف الكائن بتقرب منه وبتحضنه. ولكن فيكتور بيمسك سلاحه وبيضرب نار على الكائن، وللأسف الطلقة بتيجي في إليزا وبتموت ما بين دراعاته. وفي الوقت ده الكائن بيتعصب وبيضرب أي حد بيظهر قدامه بما فيهم ويليام، وبيصمم إن هو ياخد إليزا ويمشي. فبيجري فيكتور علشان يطمن على أخوه، وساعتها بيكتشف إن إصابته مميتة. فبيوعده إن هو هينقذه، لكن ويليام بيعترف له إن هو كان خايف منه دايما، وخايف من طموحه ورغبته في السيطرة على الحياة. وقبل ما يموت بيوصف فيكتور على إن هو وحش. فوقتها فيكتور بيقرر يطارد الكائن في أي مكان يروحه، لحد ما في يوم بيتفاجئ إن الكائن بيقرب من الخيمة بتاعته. وساعتها فيكتور بيضرب عليه نار، ولكن الكائن بيمسكه وبيسحبه لبره. وبيمسك الكائن صباع ديناميت وبيطلب من فيكتور يولعه، وبيعرفه إن هو لو ما ماتش فهو هيرجع علشان يخلص عليه. فبيجري فيكتور بسرعة قبل ما الديناميت ينفجر، وساعتها الانفجار بيغطي المكان بالكامل، وبيترمي فيكتور بعيد من شدة الانفجار. أما الكائن فبيفضل عايش وجروحه بتلم بسرعة. وفي الوقت الحالي فيكتور بيكون خلاص هيموت بسبب إصابته، وبيمسك إيد الكائن وبيعتذر له على كل حاجة وحشة هو عملها معاه، وبيطلب منه يسامحه. وساعتها الكائن بيختار إن هو يسامحه. ولما بيموت فيكتور بيقرب منه الكائن وبيبوس راسه. وهنا أندرسون ما بيكونش مصدق اللي هو بيشوفه، وبيبان إن هو متعاطف مع الكائن، وعلشان كده بيقف قدام الجنود وبيمنعهم من إنهم يهاجموه، وبيسمح له إن هو يمشي من السفينة بسلام. ووقتها الكائن بيزق السفينة وبيحررها من الجليد. فكلهم بيفرحوا لأنه وفر عليهم تعب شهور. وهنا أندرسون بيبلغهم إن هم خلاص مش هيكملوا رحلتهم وهيرجعوا للوطن. أما الكائن فبيكمل في طريقه وبيقرر إن هو يعيش بعيد عن البشر. وبيخلص الفيلم.